يعني إيه أحب عدوي؟ يسوع في مثل السمير الصالح فهمنا مين هو قريبي. باختصار هو أي حد حتى لو كان مختلف عني. يسوع ورانا في المثل ده إن الحب اللي بيقصده مش مشاعر، لكن قرار جوه قلبي إني هقدم حب وغفران وخدمة لأي حد حتى لو كان عدو. لما ربنا قال لنا حب عدوك، ما كانش قصده لازم يكون عندي مشاعر حب ناحية الشخص اللي بيأذيني، لكن الحب هنا بياخد شكل مختلف. إني أصلي عشان الإنسان ده ربنا يلمس قلبه ويغيره، بدل ما يبقى قلبي مليان غضب وانتقام ناحيته. إني مثلا ما أجيبش سيرته بطريقة وحشة مع الناس، وإني لو حصل في يوم واحتاج مساعدة أكون من أوائل الناس اللي بتمد إيديها بالمساعدة. ممكن تقولي إن الكلام ده نظري وصعب أوي إننا نعيشه، بس أحب أقولك إن يسوع ما اداناش أي وصية إلا وهو عارف إن إحنا نقدر ننفذها. الفكرة كلها إننا نفهم إزاي هنقدر. ربنا مش طالب منك تعمل حاجة لوحدك، في وصايا كتير قوي يسوع طلبها مننا، بس بالنسبة لنا بتبان مستحيلة، لأنه مش بيقول لنا اعملوها لوحدكم. يسوع بيقول لك أنا معاك، أنت اديني قلبك وامشي ورايا، وأنا هديك القوة إنك تنفذ اللي بطلبه منك. إحنا محتاجين مش بس نعرف لكن ندرك إن مادام مؤمنين بيسوع المسيح يبقى الروح القدس ساكن جوانا. محتاجين ندرك إن القوة اللي قومت يسوع المسيح من الأموات ساكنة فينا. ساعتها هنقدر نقول مع بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ما تفكرش في الوصية على إنها صعبة، فكر في قوة الروح القدس اللي جواك اللي بيها هتقدر تنفذ الوصية. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.